السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة الأعزاء. اختار النجم ألان شيرر التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تواجد به النجم محمد صلاح. قال ألان شيرر عن محمد صلاح: قصة شعر جديدة، صلاح القديم نفسه، هدف وتمريرة حاسمة وأداء ممتاز آخر مع ليفربول. التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي: حراسة المرمى نيك بوب من نيوكاسل، خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، روبن دياز من مانشستر سيتي، يان باو فان هايك من برايتون، وخط الوسط ريكو لويس من مانشستر سيتي، وجوليان تون من نيوكاسل يونايتد، وأمادو أونانا من أستون فيلا، وماتيو كوفازيتش من مانشستر سيتي. وخط الهجوم بوكايو ساكا أرسنال، محمد صلاح ليفربول، وميتوما برايتون. وأشاد النجم حاتم الطرابلسي أسطورة كرة القدم التونسية بالنجم محمد صلاح: قليلا نوعا ما في السن، لكن يبقى العطاء والأداء ثابت بالنسبة لهذا اللاعب. حقيقة لما نأتي نقيم محمد صلاح كلاعب عربي إفريقي بما قدمه، تخطى العديد من النجوم الكبار الذين مروا على البريمير ليج، على الدوري الإنجليزي. فاليوم نتكلم على لاعب حقيقة تطور بشكل كبير. واليوم وإن تراجع قليلا، وأنا نتكلم على مباراة اليوم، نتكلم بصفة عامة، فيبقى اليوم الأسيست الأول والسرعة لا تزال موجودة لديه، وكذلك الحس الجماعي أصبح أعلى عن محمد صلاح. سابقا كانت يمكن يطغى عليه اللعب الفردي ويريد أن يسجل هو أكثر من أن يكون الممرة ويقوم بالكثير من التمريرات. أكيد أنه سجل الهدف الثاني اللي يصبح أنه أعلى لاعب، 9 أهداف في أول مباراة افتتاحية، ويتخطى كذلك نجوم كبار، وهذا مهم بالنسبة محمد صلاح. نتكلم على لاعب سجل 212 هدف مع 88 أسيست، فنتكلموا على لاعب سيصعب الأمور لكل لاعب إفريقي عربي في المستقبل. يعني واحنا نتكلموا. أما داري بينت نجم توتنهام السابق قال في تصريحات لشبكة توك سبورت البريطانية: محمد صلاح كان مذهلا أمام إبسويتش تاون، طريقته وتطوره وحركته ومعدل عمره على مدار المباراة جميعا أشياء أوضحت كيف يتطور. محمد صلاح كان يبدو عليه أنه متعطش للأهداف، لا يوجد شيء يمكنك قوله عن صلاح أكثر مما قيل قبل ذلك. ينظر الناس إلى صلاح ويقولون: هل هو جيد إلى هذا الحد؟ بالنسبة لي هو أفضل لاعب في الجولة الأولى. انظر إلى إحصائيات محمد صلاح وأهدافه في الدوري الإنجليزي ممتاز فقط. البعض قالوا أنه لم يكن على المستوى المطلوب، إنه أمر جنوني، قمة الجنون. نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه. أما نجم ليفربول السابق جرايم سونيس اللي انتقد محمد صلاح قبل ذلك وقال إن محمد صلاح ما بنشوفوش في المباريات الحاسمة لليفربول، تراجع عن كلامه وقال: رغم ذلك يمكنني أن أضع محمد صلاح ضمن أفضل فريق في تاريخ ليفربول. لقد كنت أمزح قليلا مع أحد أصدقائي بشأن ذلك عندما قلت أن صلاح لا يظهر كثيرا في المباراة التي يعاني فيها الفريق. وقال بعيدا عن ذلك: عندما تنظر إلى بعض اللاعبين الذين لعبوا في ليفربول تاريخيا، فإن إحصائيات محمد صلاح هي الأفضل. إنه لاعب من الطراز الأول، يجب أن يكون ضمن أفضل فريق في تاريخ ليفربول بالنسبة لي. محمد صلاح كل عام يعود في حالة أفضل مما كان عليه في الموسم السابق. كان أحد اللاعبين الذين استراحوا في الصيف، وهو ما استفاد منه للغاية. لقد تمكن من خوض فترة إعداد كاملة، ويبدو لائقا ونشيطا منذ المباراة الأولى. لقد كان ممتازا ضد إبسويتش تاون، خاصة في الشوط الثاني عندما قادنا للفوز. يهتم بجسده بشكل استثنائي، يبدو نموذج محترف وينظر إليه الجميع باحترام. لا يدخر جهدا في بذل كل ما في وسعه، ولهذا السبب لا يزال يتمتع بلياقة بدنية رائعة. نتمنى أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة. إذا كان لاعبنا الأساسي والرئيسي يلعب بهذه الطريقة، فسوف يساعد ذلك الفريق كثيرا. وعن انتقالات فريق ليفربول، كشف متخصص سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة حول أولى صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم تقم إدارة ليفربول بالتوقيع مع أي صفقة حتى الآن. ولكن ارتبط حارس مرمى فالنسيا ومنتخب جورجيا جورجيو
مارداشفيلي بالانضمام إلى ليفربول في الفترة الحالية. وأكد رومانو أن تكلفة انتقال الحارس الجورجي إلى ليفربول تبلغ 30 مليون يورو. وأوضح رومانو أنه سيتم إعارة مارداشفيلي لمدة موسم واحد فقط إلى فريقه فالنسيا، ومن ثم سيلتحق بصفوف ليفربول في صيف 2025. أما هداف الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى والكل جايب هدف: جوشوا زيركزي مانشستر يونايتد، محمد صلاح ليفربول، دييجو جوتا ليفربول، إيرليك هالاند مانشستر سيتي، كاي هافرتز الأرسنال، بوكايو ساكا أرسنال، داني ويلبيك برايتون، كاورو ميتوما برايتون، وسيمون إدينجرا برايتون. وأخيرا جوليتو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.